السلام عليكم متتبعاتي العزيزات، متتبعي الأعزاء، كنتمنى من الله جميعا تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة وعواشر مبروكة بالصحة والسلامة طول العمر وكل ما كتمناو. كنرحب بالبنات الجدادات في القناة، وكنطلب منهم يديروا اشتراك ويديروا اعجاب ويشاركوا هاد المعلومات هاد المعسلة ديال اليوم ان شاء الله اللي غنشارك معكم، يشاركوها مع الصديقات والاهل والاحباب، وان شاء الله تعم الفائدة باش يعني كل شيء يستافد ان شاء الله يا ربي. دابا اليوم حبيت نشارك معكم واحد المعسلة اللي هي سهلة وبسيطة وبمكونات يعني سهلة بزاف، ويعني ما غالياش، وفي نفس الوقت معسلة يعني غتجي كتحمر الوجه وسهلة. يعني غادي نشوفوا معايا ان شاء الله، غتبعوا معايا المراحل وغادي تنجح معاكم من اول خطوة ان شاء الله، غادي تنجح معاكم. المعسلة كما كتشوفوها هي يعني بسيطة بزاف، يعني كاين بمكونين فقط، يعني ما كاين شي حاجة اللي هي صعيبة هنا، وما كاين حتى شي حاجة اللي هي يعني القوام ساهل رخيص يعني، وفي نفس الوقت راه كتجي كتحمر الوجه هانتوما كتشوفوها. وغدا ان شاء الله تتبعوها معايا وما غيكون غير الخير ان شاء الله. دابا كنحتاجوا الورقه ديال الفيلو اللي كتشوفوه، هاد الورقه اللي كتباع راه كاينه في الاسواق، كاين في مرجان، كاين في اللي كيبيعوا داكشي د الحلويات حتى هما تكون عندهم. هانتوما انا ما كنهضرش على البنات اللي كيعرفوا، لا طبعا راه كيعرفوا يفتحوها، كنهضر على البنات اللي غيفتحوها من اول مره. كتحيدوا لهذه كتلقاو واحد البلاستيكه، كتلقاو عندها واحد سكوتش تمايا، كتقطعوه. وهي البنات راه شويه كتبغي الخاطر، حيت هي راه مصايبه غير من الروز، يعني شي حاجه فهمتوا، يعني شي حاجه فيها نشا، فيها نشا بزاف يعني. تتبغي الخاطر، يعني خصك بشويه كتكوني موجده الزويته ديالك، موجده الكاوكاو غير كنحمروه وكان نفسخوه كما كتشوفوا، غير كنطحنوش بزاف، كنخليوه شويه مهرمش كما كنقولوا، يعني هذيك ماشي تنص طحنه، يعني كنطحنوه شويه وصافي، كنخليوه شويه بحال كونكاسي كما كنقولوا. يعني بحال الكاوكاو كونكاسي، حتى اللي عندها كاوكاو كونكاسي يمكن لا طحنو، يمكن لا تخدم به، غير هي شويه كتزيدوا واحد شويه وصافي. وكما كتشوفوا انا غنحيد كنخدم بجوج وريقات، يعني هي الباكيه كتكون فيها، كاين اللي كتكون فيها 10 وكاين اللي كتخرج غير 8. انا هنايا خرجت لي 10، يعني انا كنهز بشويه غنخدم معكم بالوحيده. فهمتوا؟ ها هي خصها تدهن. انا كاين اللي كيدير الزبده والزيت، كاين اللي كيدير غير، انا كنفضل غير الزيت بوحديته باش كيجي وادا، كيجي مزيان. الزبده الا بغيتي كترشي بها كترشي بها، ما عنديش مشكل. الا كنتي كتفضلي المذاق ديال الزبده كتخلطي الزبده والزيت، غير الزبده كتجمد في البلاصه، ما اما الزيت كيبقى طالقها. وانا هنايا غنوريكم ان حيت كنخدم وحده بوحده، كندهن وحده بوحده، كندهن الاولى عاد كندهن الثانيه. وغادي نوريكم عاوتاني كذلك يمكن لكم ما تدهنوش وحده وديروا فوقها وحده، يمكن لكم غتجيكم صعيبه شويه وداكشي باش تلصقوها مع اختها. يمكن لكم ديروا غير سميتو غير جويجات من الاول صافي تخدموا بهم، يعني دوك الجويجات ترشوهم وتبداو تخدموا بهم. فهمتوا البنات؟ ومني تحيدوا الوريقات جوج تبغيو تخدموا بهم، الوريقات اللي غيبقاو غطيوهم بديك البلاستيكه ديالهم. كما كتشوفوا انا ناخذ داك الكاوكاو اللي هرمشنا محمر ومهرمش، كنبداو نشتوه يعني متساوي، يعني يمشي كامل. يعني تفرشيه فوق ديك الورقه ملي كدهنيها بزويته، كتبقاي تفرشي داك الكاوكاو، يعني ما ديروش بزاف كميه كبيره لحقاش غادا تلوى وغادا تعمر من داخل، غادا تبان عامره ملي غتقطع. فمن احسن ديروا يعني فرشوا كما كتشوفوا في الصوره، ما كنخليوش البيوضه في شي بلاصه، وكنفرقوها بالتساوي. انا هنا عمرت ديك الزليفه كما كتشوفوا، راه ما درتهاش كامله، يعني راه بقى لي منها غير كان هادي وصافي كما كتشوفوا في الصوره. يعني تبعوا داكشي بالتفاصيل ديالو، داكشي كما كاين كما كتشوفوا في الصوره، وان شاء الله راه غينجح معاكم. هي كتبغي شويه الخاطر وصافي. هنا انا درت هادو كبيبرين شويه، درت فيهم تقريبا كما كنقولوا شي جوج ديال السنتيم، يعني شي 7.5 كما كنقولوا حنايا. فهمتي؟ وكنبقى نلوي بشويه بشويه بشويه، كندلويهم كما كتشوفوا.
كنقلوي بشويه وكنجيب الطاوه تكون هذه الطاوه مغسوله وتكون ناشفه من الماء، ما يكونش قايسها الماء، تكوني منشفاها مزيان وكدهنيها بالزيت. يعني الطاوه كتدهن بالزيت وكتحطي فيها ديك الباقيطه ديالك اللي درتي، يعني ديك الورقه المحشوه بالكاوكاو او الفول السوداني بالنسبه للبنات العربيات. وتحيه ليهم من هنا من هذا المنبر من القناه، كنقول لهم تحيه ليكم، تحيه كبيره. و كما كتشوفوا هنا كنبداو نبركوا عليهم شويه بحال كنكمشوها، اما هذاك التكماش راه كيعطي واحد المنظر زوين مني كيطيب. صافي وتنبداو عاود انا كنعطيكم جميع التفاصيل. سمحوا لي الا كان الفيديو شويه طويل، ولكن راه انا بغيت نشارك معكم كل شيء، ما نحيد حتى شي لقطه حتى تشوفوا كل شيء حتى الاخر. بالنسبه للبنات المبتدئات كاين بعض المرات كنختصر في شي حاجه، كيقولوا لي يعني جاوني اتصالات من عند البنات قالوا لي ودي بقاي واخا طولي لينا، المهم شرحي لنا شرح مفصل باش نفهموا مزيان. قلت لهم صافي، يعني راه تحت الطلب ديالهم. كما قلت لكم انا كنحيد جوج وريقات الفوقانيين بشويه وكنعاودوا نرجعوها كذلك بشويه وكنحطوا فيها البلاستيكه ديالها. كما قلت لكم ضروري نغطيوها باش ما كتيبسش معنا بداك الهواء، راه كيبسها كينشفها، حيت هي راه ما مدهوناش، راه فيها غير الماء هدي سميتها فيها، يعني غير المايزينا. كما كتشوفوها هما جوج وريقات، وراه ضروري ما كتفتح معنا شي وحيده من الجنب، راه كنبقاو نقادوها. يعني من الاحسن بشويه علينا وكنقادوها، يعني ما تخافوش منها، راه واخا تفتح راه من غطيب راه كتلاقى الزيت كيلاقي ديك الورقه كيلاقيها، ما كيخليهاش مفتوحه. كما كتشوفوها هي كندهن بالطول وبالعرض، يعني الا كتبان لي شي بلاصه يعني بيضه واخا تشوفوا ديك المايزينا فيها راه دهنوا فوق منها، ما تخافوش منها. ونفس الطريقه نفس العمليه اللي درنا في الورقه الاولى راه غنديروه كذلك دابا. يعني ما هاد الكاوكاو راه ما كنديروا فيه لا سكر ولا قرفه ولا، انا من احسن كنديروا بوحديته، حيت العسل راه فيه مقوم، راه المذاق د العسل والكاوكاو ومني كيطيب راه كيجي تبارك الله تحفه. يعني وتا ملي كتزوقيه وهادي راه كيجي، يعني راه كيتبدلوا المذاقات. انا هنا ما كندير حتى شي حاجه، حتى المزهر ما يمكن لكمش ديروه، لان الورقه الا قاسها المزهر غادا تفرتت معكم وما تصدق لكمش العمليه. فمن الاحسن انا هنايا درت غير الكاوكاو بوحديته، يعني طحنت الكاوكاو كما كتشوفوا وصافي خديته وعدلت به. كنبقاو مستمرين على هذه الطريقه هذه، وكان اللي فيها بزاف كنعاودوا البلاصه اللي خاويه كنشتوها، يعني كما كنقادوها يعني بطريقه متساويه. هاد الحرب ولا هذا اللي كتشوفوا انا عندي رقيق هنا، انا عندي رقيق حيت انتي كتفني فيها، يعني ان فوا كتقلبي الاولى صافي راه كتبدا تتجمع معاك، كتفني فيها. يمكن لك ديريه غليظ، يمكن لك ديريه رقيق، يمكن لك ديريه كيما بغيتي نتيا. ديك الساعات غادي يبان لك من غادا تبداي طيبيها وداك الشيء، راه غادي يبان لك، غادي يجيك داك الشيء زوين. صدقوني البنات راه غادا تصدق معاكم، راه كتجي زوينه. انا هذه هي المعتمده عندي صراحه في رمضان، حتى الوليدات كيبغيوها، كتجي مقرمشه، كتجي زوينه بزاف. ويمكن لكم ديروها حتى بالورقه العاديه، يعني الورقه البسطيله، غير هي هذه هاد المعسله اللي عطيتكم انا اليوم من الاحسن كديروها بهاد ورقه الفيلو، راه كتجي زوينه. كما كتشوفوا حتى هذاك الحربول تنبقى نكمش فيه كذلك، شفتيوه يعني ما كيتكمش، كيجي زوين ما كيجيش. وكان نحطو كنبقاو حتى كنستمر على هذه الطريقه حتى كناخذوا هادو اللي عندنا كاملين كنكملوا الوريقات وعاد كندهنوهم بالزيت. دابا غنوريكم واحد الطريقه اخرى، هذه طريقه مختلفه على الطريقه الاولى. كناخذوا كذلك الوريقات، يعني دائما جوج الوريقات وكندهنوهم، ولا تقطعت لكم شي وريقه كناخذوا الوريقه اللي ما تقطعتش كنعملوها من تحت، والوريقه المقطعه كنديروها فوقها، باش داك العيب دائما كيبقى يدخلنا لداخل، كنحاولوا ندخلوه لداخل كما كتشوفوا هانتوما كما كنوريكم. وصافي كنجيبوا عاود نفس الطريقه كنديروا بها الكاوكاو، كنشتوه. يعني انا ساليت لي ديك الزليفه، مشيت كناخذ عاود من الطاسه الكاوكاو كما كتشوفوا، ها هو انا طحناه ومخلياه يعني هاد الشيء هذا. وحتى الا شاط لكم الكاوكاو يمكن لك تديريه في بلاستيكه
وكتدخليه الفريغو كيبقى لك في المجمد، كيبقى مده طويله فوق ما بغيتي. كتجبديه كتخليه يديكونجلا وكتخدمي به، يعني ما تخافيش منه. والورقه الا كانت سبقات لكم حتى هي كدهنيها بالزيت وكتحاولي ما امكن ما تفتتيهاش، وكديريها غير في الثلاجه غير لتحت كتبقى لك مزيانه بلا ما ديريها في المجمد. كما كتشوفوا انا كنساوي داك الكاوكاو باش ما يبقاش ليا الفراغات، كنحاول ما امكن يعني ما يبقاوش لي. هنا انا كنعبر قياس ديال 2 مثلا، كما كتشوفوا هانتوما 2 بالصبع ديالي وكنطوي، يعني كيجيو شويه عريض، كيجي يعني عريض شويه كما كتشوفوا. ها هي وكنمشي عاود للجهه الاخرى كنجيبها لعند الجهه اللي من هنا، يعني كنطوي من هنا وكنطوي من تما كما كتشوفوا هانتوما بالشرح يعني مفصل. واللي ما فهمتش شي حاجه البنات ولا هادي كاين اي استفسار خليوه ليا في التعاليق وغدا نجاوبكم عليه ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا يعني طويت رديت الثانيه عند الاولى، يعني عملتها فوقها وكتبقى يعني بحال المستطيل، بحال شي مسطره، راه كتجي ما كتجيش مدوره بحال الاولى، هذه كتجي بحال شي مسطره. هانتوما كتشوفوا انا هاد المسطره يعني جاتني، انا ديجا كنت درت وحده اخرى، هذه جاتني كبر من الطاوه، فكنقص منها واحد شويه من الجنب. ما تخافوش منها، يعني خذوا الموس وقطعوها غير بشويه وغادا تقطع لكم. هانتوما كما كتشوفوا هذه راه حيت ما كتكمش، هذه كتلقيها مسرحه وكتخليها هكاك. الاولانيين كيتكمشوا، الثانيين كيتكمشوش. دابا مني ساليتهم كندهنوهم كاملين بالزيت، ولا بغيتو دهنوهم بزبيده مذوبه والزيت دهنوهم، بغيتو زبيده بوحدها دهنوها. هي الزبيده كتبقى دير كتبقى تحرق مع في المعسلات من الاحسن. انا ما كنعملهاش كتحرق وكتعطي واحد اللون شويه بحال داكن، كتعطي الكحوله وكتعطي المروره يعني في المعسلات. فمن الاحسن انا كنفضل الزيت، وانتم ما بغيتوا كل وحده والذوق ديالها. يعني انا ما غاداش نفرض، ولكن انا كنفضل الزيت لان الزيت كيطيب داكشي مقرمش، ما كيتحرق ما حتى شي حاجه. غير هو واحد النصيحه البنات، راه الفران خصو يكون سخون ولكن مهلوه. ولكن هاد المعسله هذه خصكم تجلسوا حدا الفران، راكم عارفين هاد الورقه هذه راه ما فيهاش الروح، راه ماشي بحال ورقه بسطيله كتخليها، لا هذه كتبقى جالسه حدا الفران. دابا هي غادا ندوزو غادا نقطعوها، كنعبروا القياس اللي بغينا اللي كيناسبنا حنايا. انا من الاحسن كنفضل المعسلات كيكونوا شويه صغارين ما يكونوش كبارين بزاف باش كيجيو زويونين، يعني كيجيو حلوين لا في النظره ولا حتى في الماكله كتاكلي، يعني القياس اللي نتيا يعني غادي يناسبك. وكما قلت لكم في هذا الاثناء راه كيكون الفران انا راه شعلته راه كيسخن. بغيتو تخبزوه في ديال الغاز راه كتطفيو الفوقاني حتى تبدا تشمع، تبدا تشمع مزيان، عاد يمكن لكم تشعلوه باش كطيب متساويه. كان عندكم العافيه غير الفوق غير التحت عفوا، كتخليوها طيب، كتهزوها شويه من الجنب بالموس كتلقاوها بدات كتحمر، صافي كتهبطوها وكتنقصوا الفران صافي. هي راه دغيا كطيب، وما تخليوش الفران مجهد. ولا كان ديال الضو من الاحسن كديري غير 150 درجه، لان 180 غادا تعطيها دغيا وغادا تخطفها لك العافيه. فمن الاحسن 150 درجه وقابليها، يعني وقفي حداها وطفي لها الفوقاني، دائما طفي لها الفوقاني وخلي لها غير التحتاني حتى تبدا تشمع. من ديك الساعه عاد شعلي عليها من الفوق. هذا الفران ديال الضو. الفران ديال الغاز انا شرحت لكم كيفاش، انا راه قطعت معكم يعني جميع وريتكم كل شيء. بالنسبه للبنات المبتدئات انا شرحت لهم كل شيء وريت لهم كل شيء، يعني ما بغيت نحذف حتى شي مشهد باش يشوفوا معايا كل شيء ويديروها لرمضان ان شاء الله. راه سهله وبسيطه وحتى الوقت ما كتطلبش وقت طويل ولا شي مجهود كبير. انا هنا زيتهم عند بعضياتهم باش نقطعها باش نتحكم فيها. ومني ندخل الفران من الاحسن انا نفضل ما تكونش اي حلوى ولا معسله ما تكونش يعني ملاقين مع بعضياتهم، كيكونوا مفروقين شويه باش كيجيو هكا كيجيو يعني كيطيبوا في خاطرهم، يتحمروا حتى من الجنب، حيت الا تلاقاو الجناب ما كيتحمروش كيبقاو بويض، كتحمر من الفوق. اما الا تفرقوا كيتحمروا الجناب وكيتحمر كلشي. هنايا انا قطعتها كامله كما كتشوفوا، درت لها الزيت. الا بانت لكم شي وريقه هكا مهزوزه ولا شي حاجه كديروا شويه الزيت وكتلصقوها.
ودابا المعسلة ديالنا ها هي كما كتشوفوا هي تحمرات، ها هي كنخرجوها مباشرة سخونة وكنسقيوها بالعسل. العسل كيكون واجد ديك الساعات ان شاء الله غادا نحضر معكم العسل منزلي بالاعشاب اللي هو صحي 100%. صراحة كيجي رائع هائل، بنسمة زوينة كما كتشوفوا. ها هو انا كنسقي به، يعني كيجي زوين. من احسن تكون البنات تكون سخونه، ما ديروا لا مزهر لا حتى شي حاجه. انا مزهر يعني مني كندفي العسل كنرمي فيه ديك المعلقه فقط. هو مزهر كيرخي المعسله، يعني ديك المعسل ما كتبقاش تكون مقرمشه. فمن الاحسن انا ما كنديرش مزهر في الطفي، يعني الا كنت غندير مزهر مثلا الا كان شي حشوه بحال البريوات ولا هادي كندير شويه المزهر حيت كيقصح. هو سميتو الكاوكاو والعقده كيقصحها، كندير واحد المعلقه صغيره فقط. وبالنسبه بحال هادي انا ما كنديرش الزهر وما كنديرش مزهر حتى في العسل باش ما كيفتيش ليا، كيرخيش ليا الورقه، ما كتبقاش ليا هذيك القرماشه. كما عارفين رمضان ما ناكلوهاش كامله في نهار واحد، ضروري ما تبقى لينا. وحتى الا بغيتو تحتفظوا بها في المجمد راه كتبغي تحتفظوا، غير نتوما طريقه الاحتفاظ خصها تكون يعني تكون ذكيه. خصكم تستووا شويه الحلوى والمعسله وديروا فوق منها يعني واحد بلاستيك غذائي، وتعاودوا ديروا عاود صف ثاني وهكذا حتى كتعمروا الطاسه. دابا انا زوقتها بكاوكاو كونكاسينيت، يعني تقدروا تاخذوا من داك اللي خدمتوا به وتزوقوا به من الفوق، ولا تزوقوا بالجنجلان ولا كاوكاو افيلي ولا لوز افيلي، يعني نتوما ما حبيتوا اللي عندكم في الدار اللي متوفر. بغيتوا ما تزوقوش ما تزوقوهاش. كما كتشوفوا هي باقا سخونه وكنخليوها تبات حتى الليله كامله. يعني من الاحسن تتبات كتغطيها بشي حاجه شي طاوه اخرى وكتخليها تبات. ملي حتى كتبات وهي كتشرب العسل. كما كتشوفوا ها هي المعسله ديالنا درتها في كويغطات، النص ديالها والنص خليته غير هكاك. دوك اللي جاو حربوا يعني غلاضين خليتهم هكاك، وهادو اللي طويت على بعضياتهم جاو مستطيلات كما كتشوفوا. ها هما قطعتهم حتى هما طريفات ودرتهم في الكويغطات. ودوك اللي طوالين ها هما كما كتشوفوا، دوك اللي هما كيكون حربون وما غلاضين، واللي طوال ورقاق ها هما درتهم بوحديتهم. انا غنوريك انا راه درت يعني كونتيتي كبيره، ولكن انا درت غير شويه باش نجرب معكم باش تشوفوا. ها انتم كما كتشوفوا راه كتجي مقرمشه، كتجي هشيشه غزاله، كتجي ما تشبعوش منها. ديك الورقه وداك العسل حيت كتبات فيها كتفتتها، كتجي كتفتيها كتجي زوينه. انا نجرب معكم وحيده وغادي نشوفوا. وبالنسبه للكويغطات راه من الاحسن كديروها لحقاش كيحافظوا لا على العسل، ما حتى المنظر ما كيتخسرش. يعني ملي كتحط هي فيها العسل كتهز لختها داك الزواق ديالها من وجهها، ما كتبقاش مزوقه. ها انتم كما كتشوفوا ها انتم راه دغيا كتفتت، راه كتجي زوينه مقرمشه وبالصحه والراحه. ونتمنى نكون عفوا نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء والاحباب ديالكم. وما تنساوش المتابعه والاشتراك. وشكرا بزاف، اي استفسار خليوها ليا في التعاليق، وكنشكركم بزاف وعواشر مباركه بالصحه والراحه.